السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي بزاف الناس كيتجنبوه حيت كيحسوا باللي حساس بزاف. وهذا الموضوع هو استقلالية المرأة. واش استقلالية المرأة ولات كتهدد استقرار الأسرة، ولا هي ضرورة حتمية باش نبنيو مجتمع متوازن اليوم غنحاولوا نفكوا هذه الفكرة بعيدا عن التعصب وبكل عقلانية. نشوفوا شنو هي الاستقلالية. بزاف الناس فاش كيسمعوا استقلالية المرأة كيمشي بالهم ديريكت للتمرد أو المشاكل. ولكن واش عمرنا سولنا راسنا واش ماشي من حق أي إنسان كان امرأة أو رجل يكون عنده واحد الكيان اللي خاص به؟ الاستقلالية ماشي هي العداوة مع الطرف الآخر. الاستقلالية هي الثقة بالنفس، هي أن المرأة تقدر تسير حياتها وتكون قادرة تاخذ القرارات مصيرية وتساهم في المجتمع وفي دارها بلا ما تكون دائما معتمدة على المعيل في كل صغيرة وكبيرة. أكبر غلط هو أننا كنظنوا باللي استقلالية المرأة آه، كتعني ضعف الرجل. العكس هو صحيح. فاش كتكون المرأة مستقلة فكريا وماديا وكتولي هي السند الحقيقي لرجلها، كتقدر تساهم في المسؤوليات وتقدر تساهم في توعية الوليدات، وكتقدر تكون واحد شريكة حقيقية في بناء المستقبل. الزواج الناجح في 2026 محتاج زوج ديال الناس أقوياء، كل واحد كل واحد فيهم عنده استقلاليته، ولكن كيجمعهم هدف واحد وهو بناء حياة مشتركة. بطبيعة الحال خصنا نكونوا واقعيين. الاستقلالية ما كتعنيش الغرور، ما كتعنيش أننا ننساو القيم ديالنا اللي تربينا عليها. خاص يكون توازن بين الاستقلال الفردي والمودة والرحمة داخل الدار. المرأة المشتغلة كتعرف مزيان باللي القوة داخل الدار. المرأة المستقلة هي كتعرف مزيان باللي القوة ديالها في عقلها وفي أخلاقها وماشي في التحدي العقيم. آم، التحدي الحقيقي هو كيفاش نخدموا يد بيد، ماشي باش نصنعوا مستقبل احسن ان شاء الله. هادشي اللي كنشوف، ولكن كيهمني نعرف حتى وجهة النظر ديالكم. واش كتشوفوا استقلالية المرأة ساهمات في تطوير المجتمع المغربي، ولا مازال عندنا عقول اللي اللي ت... اللي كتنكر هاد الفكرة؟ كنتمنى تخليو لي الآراء ديالكم. واش نتوما متفقين أن المرأة تكون مستقلة بذاتها وتخدم على راسها، ولا المرأة تجلس في الدار؟ كنتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشاركوني الآراء ديالكم في التعليقات إن شاء الله. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف.